السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال رابعة ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. هنبدأ مع بعض حالا بنماذج اختبارات الأطوال لشهر أكتوبر في مادتكم المفضلة، مادة العلوم، مع مستر محمد عسل. معانا 5 نماذج. هنبدأ بأول نموذج وبيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي تحصل البرمائيات على الأكسجين الذاب في الماء عن طريق، طبعا هنقوله الجلد، لأن البرمائيات ديت ما عندهاش خياشيم. طيب يبقى الإجابة معانا هي الجلد. طب تعالى للسؤال اللي بعده. يقول لي أجب عن الأسئلة الآتية: صنف التكيفات التالية إلى تكيفات تركيبية أو سلوكية. بيقول لي لون الفراء البنية، طبعا طالما لون حاجة موجودة في الجسم يبقى نكتب تكيف تركيبي. جميل. طب بيقول لي الجذور الوتدية الطويلة في بعض النباتات، برضو طالما موجودة في جزء من النبات يبقى هنكتب برضو ايه يا ابطال؟ تكيف تركيبي. جميل. تعالى للسؤال اللي بعده. يقول لي اذكر اهميه الحبل الشوكي. طبعا الحبل الشوكي ده من الجهاز العصبي. طب بيعمل ايه يا دكتور؟ بيعمل، نكتب يحمل الرسائل منين بقى؟ من المخ الى اجزاء الى اجزاء الجسم. وطبعا ايه يا شطار؟ والعكس صحيح. طيب تمتص الأمعاء نقط السوائل من الطعام غير المهضوم. طبعا عندنا الأمعاء الغليظة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انظر للشكل المقابل. بيقول لي ايه؟ ما الخاصية اللي بيستخدمها الدولفين لتحديد موقع فريسته تحت الماء؟ طبعا بنكتب كده يا أبطال خاصية خاصية. ممكن طالب يقول لي صدى الصوت، طالب شاطر. ممكن طالب يقول لي تحديد الموقع بالصدى. طب بيقول لي اذكر حيوانا آخر يشبه الدولفين في طريقة العثور على فريسته. طبعا كلنا عارفين طبعا هو مين يا أبطال؟ الخفاش. طيب بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. بيقول لي السؤال ده مهم أيضا. استطيع النحل تميز بين الطعم الحلو والطعم المر عن طريق حاسة الشم؟ طبعا غلط. أمال إيه يا مستر محمد؟ يبقى طبعا التذوق. طيب تعال السؤال اللي بعده. بيقول لي أذنا ثعلب ألفين طويلتان. نكتب طبعا لفقد إيه يا شطار؟ الحرارة وتبريد جسمه. يبقى عشان يفقد الحرارة ويبرد إيه؟ جسمه. تتميز رأس البومة بأنها تلتف أو تلف في جميع الاتجاهات. نكتب كده لتساعدها على البحث على الفرائس. يبقى عشان تبحث عن الفريسة بتاعتها. طبعا فين يا حبايبي؟ في كل الاتجاهات. ده كده معانا النموذج الأول. إن شاء الله يجي لك منه سؤال أو سؤالين، وممكن يجي لك نفس النموذج أو أسئلة كتيرة مميزة منه. طب النموذج الثاني يا أبطال بيقول لي ده علامة صح أو خطأ. يحتوي هواء الشهيق على نسبة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا غلط. ده بيبقى فيه، أنا عايز مين يا شطار؟ الأكسجين. طيب بيقول لي، أو ممكن نغير كلمة الشهيق ونكتب كلمة الزفير. برافو عليك. طيب يبقى الأفضل فعلا ممكن نغير الشهيق ونكتب الزفير. طب ماشي. طيب أو برضو كده صح. طيب انظر إلى الشكل الذي أمامك ثم أكتب. يمثل الشكل الذي أمامك. طبعا ده إيه يا أبطال؟ المخ. يعتبر الذي أمامك عضو في الجهاز. طبعا لسه قايلين الجهاز العصبي. لأن أنا عندي الجهاز العصبي بيتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي بيبقى فيه المخ والحبل الشوكي، أما الطرفي هيبقى فيه الأعصاب. طب لو جه قال لي 3 نقط يبقى هقول له المخ والحبل الشوكي والأعصاب. طيب السؤال اللي بعده. اذكر أهمية الجذور الطويلة في أشجار المانجروف. طبعا بنقوله كده الإجابة طبعا الصمود أمام الأمواج. طبعا ده نبات بيبقى موجود في المية، فطبعا لازم يبقى عنده جذور طويلة عشان تقدر تثبت نفسها إيه يا شطار؟ في الماء. السؤال التاني بيقول لي صوب ما تحته خط. تعتبر الخياشيم من التكيفات السلوكية. احنا قلنا أي حاجة في تركيب جسم الكائن يبقى طبعا هنقول إيه يا أبطال؟ تركيبية. يبقى هنقول التكيفات الإيه؟ التركيبية. جميل. تمتلك بعض سحالي الصحراء حرشف ملونة. طبعا السؤال ده جميل أوي. نكتب كده للتخفي بين الصخور الملونة. طب أوراق زنبق الماء عريضة. طبعا لسه قايلينها أيضا برضو. نكتب كده لتمتص يا مستر أكبر قدر من ضوء الشمس. برافو عليك. طيب
تعالى السؤال رقم 3. تغني الحيتان الحدباء في فصل الصيف. طبعا كلنا عارفين ان الحيتان الحدباء تغني في فصل الصيف طبعا من اجل التواصل. طب من اجل التواصل ليه بقى؟ نكتب كده يا ابطال التغذية. طب السؤال التاني المعاكس ليه يجي لي ايه؟ لو في الشتاء يبقى هنقول له يا شطار من اجل ايه؟ التزاوج. طبعا ده سؤال واحد منهم هيكون في الامتحان، يجي لك الاثنين مفيش مشكله، يجي لك واحد مفيش مشكله. طيب لمست كوبا ساخنا فجأة. طبعا السؤال ده انا هسحب ايدي ولا هتفضل ماسكها؟ لا، نكتب تسحب اليد يا مستر بسرعه. يعني انت دايما في ماده العلوم حط نفسك في الموقف. انت مسكت كوب ساخن هتعمل فيه ايه؟ تفضل ماسكها؟ لا، هتسيبها او هتقول تسحب ايدك بسرعه. طب جميل. طب ايه السبب؟ نكتب نتيجه. برافو عليك بقى، هنقوله يا ابطال رد الفعل المنعكس. طبعا انت طالب ممتاز. كانت حاسة السمع للخفافيش ضعيفة. هو الخفاش ده عايزها ليه؟ عشان يصطاد فريسته. تمام، يبقى نكتب بقى ايه؟ يبقى لا يستطيع. برافو عليك، لا يستطيع تحديد أماكن فرائسه. يبقى مش هيستطيع إن هو يحدد أماكن فرائسه، فلا يستطيع إيه يا أبطال؟ برافو عليك، هنقوله الصيد. أنت عايز تقول إن هو لا يستطيع الصيد بس، أنت شاطر. لا يستطيع، صح، أنت طالب ممتاز، هتكتب الاتنين لأنك طالب من طلاب القمة. نموذج 3 مهم معانا أيضا، وناخد بالنا من النموذج ده يا أبطال. بيقول لي أشجار نقط ذات أوراق شبكية تسمح للرياح بالمرور بلطف. طبعا باينة. طبعا قلنا شجرة مين يا أبطال؟ الكابوك. طيب بيقول لي علل وجود خياشيم في الأسماك. الخياشيم دي لإيه؟ نكتب كده، نكتب لتتنفس، لتتنفس تحت الماء. ليه بقى يا مستر؟ ها؟ عن طريق، برافو عليك، استخلاص مين بقى؟ ها؟ برافو عليك، هتستخلص مين؟ الأكسجين الذائب في الماء. يعني الخياشيم دي مهمة إنها تطلع لي من المية الأكسجين. طيب تعالى. تقوم الحيتان الحدباء. هنا جايب لي بقى السؤال بوجه عام. هنقول له هنا بقى ليه بتغني تحت الماء؟ نكتب. طبعا السؤال ده قلنا لازم يجي في الامتحان. طب لو في 3 نماذج هتلاقيه موجود. واحدة مثلا ليه في الصيف، النموذج الثاني ليه في الشتاء، النموذج الثالث ماذا يحدث أو علل ليه بتغني. يبقى نكتب كده يا أبطال لتتواصل، واصل. نقول ايه بقى يا ابطال؟ مع بعضها. تتواصل مع ايه؟ مع بعضها. طب من اجل ايه؟ من اجل التغذية. برافو عليك. والتزاوج. يبقى كده اسئلة جميلة معانا وسهلة. طيب تعالى السؤال اللي بعده يا بطل. بيقول لي ماذا يحدث إذا كانت الأرجل الخلفية لليربوع المصري قصيرة؟ هو بيعمل إيه بالرجل اللي ورا دي؟ ها؟ برافو عليك، بيقفز بيها. يبقى نكتب كده لن. يلا ننفي الجملة بقى. يبقى لن يتمكن من إيه يا مستر؟ من القفز. ممتاز. إلى إيه بقى؟ لمسافات طويلة. طبعا أسئلة مهمة مميزة بالنسبة لنا، وعلى فكرة في الامتحان إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده لون فراء الدب القطبي. طبعا لون فراء الدب القطبي يا أبطال أبيض، لأن هو بيختفي في التلج. طيب انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل. يتواصل النمل عن طريق إطلاق نقط. يبقى نكتب الروائح. طيب يعيش النمل في نقط تتكون من الآلاف الأفراد. يبقى هنكتبه في إيه؟ في مستعمرات. طبعا سؤال مهم جدا. طيب النمل التاني هيعرف إزاي إن النمل ده عنده مثلا مشكلة؟ يبقى طبعا عن طريق حاسة إيه يا أبطال؟ الشم بقى. برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده يقول لي تربط العضلات أعضاء الحس بالمخ. طبعا الكلام ده لا، يبقى مين؟ الأعصاب. يبقى الإجابة الأعصاب. طيب ماذا يحدث إذا استمر الإنسان في إلقاء المخلفات في المياه التي يعيش فيها البرمائيات؟ طبعا هنا في مشكلة. نكتب كده تتلوث المياه. دي إجابة صح. طب أنا طالب شاطر، اكتبي بقى ولا تتمكن البرمائيات من إيه يا مستر؟ من البقاء
بشكل صحي، يعني مش هتعيش كويس. طيب وتتعرض، وممكن بقى وتتعرض، ممكن طالب يكتبها بقى ديت ايه، للموت والانقراض. وطبعا احنا عندنا بعض من الضفادع انها انقرضت، طيب زي الضفادع الذهبيه والانقراض. طب جميل. هو البرميات دي اللي موجوده معانا زي يا مستر، طبعا احنا قلنا زي، مين فاكر؟ ها، ضفدع، برافو عليك. وقلنا في حاجه اسمها ايه، سيليماندر. سيليماندر، طبعا الحاجات دي يا جماعه بتعيش في البرك والمستنقعات والترع. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إذا لم يتم مضغ الطعام جيدا، يعمل إيه؟ طبعا المستر الجزء ده إحنا أخدناه في حصتين يا جماعة، الجهاز الهضمي ده مهم جدا. طب نقول إيه بقى؟ يصعب، ها، وأنا قاعد باكل، يا ابني امضغ كويس، محدش بيجري وراك، ها. طب ليه؟ اكتب كده بقى، ها، عشان تعرف تبلعها، صح كده؟ طيب والهضم يبقى كويس، ما يبقاش يجي لك عسر هضم، يبقى نكتب كده يصعب بلعه. تمام، يبقى يصعب ايه، بلعه. ولا تتم عملية الهضم بصورة ايه، برافو عليك، جيدة، هيبقى في عندي مشاكل. تمام ماشي، بس باستثناء المكرونة، صح، شاطر. ماشي يلا، ها، بس برضه لازم يمضغ ايه، الطعام جيدا. طب يلا نموذج 4 يا أبطال. بيقول لي يمتلك نوع فراء بيضاء في فصل الشتاء ويتحول للون البني في فصل الصيف. انا كده بتكلم عن مين؟ برافو عليك، الثعلب. ونسكت؟ لا، لازم نقول الثعلب القطبي. طيب علي يقفز اليرباع في مسارات متعرجة، طبعا لسه قايلينها. ليه؟ للهروب بسرعة طبعا. من مين؟ برافو عليك، من الخطر، يبقى الهروب بسرعة من الخطر. طيب يعني في حاجة اسمها كمان يا شطار، اسمها زمن الاستجابة. إن طبعًا الزمن ده اللي هو هينفّذ إمتى؟ بمجرد ما بيسمع الصوت أو بتوصل له الرسالة. طيب تعالَ السؤال اللي بعده، يبقى هنقول له كده يا أبطال من الخطر. تمام؟ يبقى السؤال ده سؤال مهم جدًا، يبقى لمّا ييجي لي سؤال يقول لي، قُل لي يا بطل للهروب بسرعة من الإيه؟ نقول له من الخطر. طيب تعالَ بقى، اللعاب هام جدًا في عملية الهضم. طبعًا اللعاب ده هنقوله لأنه يقوم بترطيب إيه بقى؟ الطعام، ماشي، في الفم، في الفم. ونقوله إيه؟ وتفتيته، ليه بقى؟ ليسهل بلعه، يبقى عشان يقدر يسهل بلعه. طيب تتمكن شجرة الصمت من البقاء خلال أشهر الجفاف. طبعا نكتب لأنها، برافو عليك، بتعمل إيه بقى؟ تخزن الماء في جذوعها. طبعا أسئلة إحنا طبعا تعرضنا ليها أكتر من مرة وبنراجعها أيضا قبل الامتحان. طيب قول لي اكتب المصطلح العلمي. العملية اللي بينبسط، ناخد بالنا يا جماعة، فيها الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أعلى، يبقى الزفير. طب إيه عكسها؟ عكس الزفير الشهيق. يبقى بدل كلمة ينبسط نقول تنقبض، في عادة الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أسفل. تمام كده؟ طب بالنسبة للزفير، ينبسط فيها الحجاب الحاجز، يتحرك لأعلى، تمام كده، ويخرج غاز مين يا حبايبي؟ ثاني، أنا بكمل لك يعني الزفير، ثاني أكسيد الكربون وقليل من بخار الماء. تمام؟ يبقى السؤال ده مهم. ماشي؟ ماشي، لازم يجي في أسئلة كده، لازم تيجي، يعني الزفير والشهيق لازم في كل النماذج. تمام؟ ماشي. طيب طبعا يخرج منين بقى؟ من الرئتين، في عملية اسمها عملية الايه؟ الزفير. طب يلا السؤال اللي بعده سؤال مميز أيضا. ما الذي يساعد حرباء النمر على الالتصاق بفروع وجذوع الأشجار؟ برافو عليك، إن أقدامها مالها يا مستر؟ ها، التي على شكل، برافو عليك، حرف إيه؟ ها، حرف الفي. شكل حرف إيه يا حبايبي؟ الفي. طيب تعالى، ما المقصود بزمن الاستجابة؟ لسه قايل لك من شوية، نكتب كده طبعا ده هيجي لك في المصطلح العلمي برضه انت تذاكرها. يبقى نقول الوقت، شاطر، الذي يستغرق مين؟ الكائن الحي. يبقى الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للخطر الذي يواجهه. يعني انا دلوقتي بقول لك الحق مثلا
المستر جاي وراك عشان انت مخالف مثلا يعني. امم فانت اكيد طبعا هتجري. فانت بمجرد ما زميلك ما قال لك الكلمه دي وبدات تجري، انت كده طبعا ايه اللي حصل؟ برافو عليك. او مثلا المستر بينادي لك بيقول لك تعالى، ماشي، عشان انت طالب مميز وهتاخد جايزه. حاضر، طب انا جاي. بمجرد انت ما بتنفذ وبتبدا تاخد خطوه وبتمشي، يبقى انت كده ايه؟ برافو عليك. بس طبعا دي حاجه جميله. ولكن بقى بالنسبه للحيوان، زي مثلا زي ما قلنا اليربوع، شاف قدامه ثعبان، تمام، اول ما حس في ثعبان، بيبدا يقفز ويجري. الزمن ده بقى استغرق ثانيه، اقل من ثانيه، هو ده اسمه زمن الايه؟ الاستجابه. طيب، ده علامه صح او خطا امام العبارات الاتيه: يتواصل حيوان النمس المصري عن طريق الضوء. ده كلام برضو؟ طبعا لا. امال ايه يا مستر؟ حيوان النمس المصري الشطار بيعمل حاجه اسمها ايه؟ الاصوات، اسمها ايه؟ الثرثره. طيب، ما اسم العضو؟ طبعا دي مين دي الجميله دي؟ برافو عليك، يبقى نكتب المعده. طب المعده دي لو عايز نقول له في جهاز اسمه جهاز ايه؟ هو مش مطلوب، الجهاز الهضمي. طبعا كلنا فاكرين كنا بنقوله، مين فاكر؟ فم، بالعوم، مريء، معدة. أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، فتحة الشرج. ممتاز. طيب، هنا بقى بيقول لي اذكر وظيفة المعدة. نكتب كده يا أبطال. طبعا ممكن نقول خلط الطعام. أنت طالب شاطر، ماشي. مع مين بقى؟ مع حمض المعدة. يبقى هتخلط الطعام مع حمض مين؟ المعدة. والعصارات الهضمية. جميل جدا. حتى يتم هضم، لازم الحتة اللي جاية دي بقى، هضم الطعام بشكل، خد بالك بقى، شكل يا مستر جزئي. لأن هنا بيتم في الأمعاء، بيتم في المعدة هضم جزئي، هضم غير كامل. أما الهضم الكامل بيكون في الإيه يا شطار؟ برافو عليك، في الأمعاء الدقيقة. ومعلومة عشان انتوا حبايبي أيضا، ما قلناهاش لأنها مش في سننا، مش في وقتنا، إنه ممكن الإنسان يقدر يعيش بدون معدة. طبعا طلبة كتيرة أو أولياء أمور كتيرة ممكن تستغرب، لا ما تستغربش فعلا، وبنلجأ فعلا لبعض الحالات الصعبة إن بيتم استئصال المعدة. ليه؟ لأن المعدة الوظيفة بتاعتها الوحيدة إنها بتهضم لي هضم جزئي كمان مش كامل للبروتين. طب الوظيفة دي موجودة فين؟ برافو عليك، موجودة في الأمعاء الدقيقة. فأنا بالتالي نقدر نستغنى إيه يا شطار عنها؟ نقدر إيه يا أبطال؟ نستغنى إيه عنها. ولكن طبعا في حالات إيه قصوى، حاجات لا قدر الله مرض مثلا، أو الدكتور بيحدد إن لازم تتشال في أوقات إيه يعني صعبة. تمام. يبقى كده بس طبعا دي مش علينا كطالب في الصف الرابع، مش علينا دي، المعلومة دي إحنا جايبينها من إيه المرحلة الثانوية عشان أنتوا حبايبي طبعا. طيب تعالى بقى النموذج الخامس والأخير يا أبطال. بيقول لي مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. طبعا ده مين؟ المخ. طبعا يا جماعة برضو المخ ده لازم يبقى في الامتحان. اذكر أهمية كل منه. يقول لي الأشواك الحادة الموجودة في نبات التين الشوكي. يبقى دي بتعمل إيه؟ نكتب كده. طبعا منع الحيوانات من أكلها، عشان الحيوان ما تاكلهاش على قد ما تقدر. زي الحرباء النمر الذي يشبه اليد. ده بيمسك ليه بقى؟ نكتب للإمساك أو الإمساك بالأشياء. برافو عليك، ممتاز. الشعر الموجود على قدمي اليربوع وأصابعه. نكتب دي طبعا مهم، تساعده على الإمساك بالرماء. يبقى عشان تمسك الإيه؟ الرماء أثناء مين؟ القفز. برافو عليك، يبقى أثناء القفز. طيب، ليتمكن من الهروب بسرعة من إيه يا شطار؟ من الخطر. طبعا أسئلة مميزة، يبقى هتساعده على الإمساك بالرمال أثناء القفز، ليتمكن من الهروب بسرعة إيه يا شطار؟ من الخطر. طيب، يعني أو عشان ما يتزحلقش. برافو عليك. يعني أنت مثلا لو عندنا الشوز مثلا، الكعب أو الجزء اللي تحت ده ملامس للأرض، الملمس بتاعه ناعم، ممكن تعرض أنت تتزحلق. طب لو خشن بقى، زي مثلا الكوتش بتاع لاعب الكورة مثلا،
او مخطط كده، لا ده كده بيحميه. فهو نفس القصه هنا، انه في رمل، تمام، عشان يتمكن من الهروب بسرعه، وعشان طبعا ما يحصلش ايه زحلقه ولا حاجه. طيب نكتب اللي تساعده على الامساك بالرمال. طيب السؤال اللي قبل الاخير او السؤال الثاني بيقول لي تتواصل الحيتان الحادة مع بعضها عن طريق حاسة. طبعا احنا لسه قايلين يا شطار، يبقى حاسة مين؟ السمع. ابتكر العلماء طريقة لمساعدة المكفوفين، ما اسم هذه الطريقة وما الفكرة؟ طبعا اسمه ايه؟ عكاز، برافو عليك، المكفوفين. طب العكاز ده يا ابطال، نعمل خط كده، بيستخدم ليه بقى؟ زي ايه؟ تحديد، برافو عليك، هنقول ايه بقى؟ الموقع، تحديد الموقع بصدى الصوت. تمام ماشي. ما المقصود بالتكيف التركيبي؟ نكتب كده تغير في أحد أجزاء جسم الكائن الحي. طيب السؤال 3 بيقول لي اختر. يوجد تحت جلد الحيوانات القطبية طبقة سميكة. طب دي ليه بقى؟ لتدفئتها. طب ليه؟ للدهون. يبقى من الدهون. يبقى انت ممكن يجي لك السؤال علل يبقى نقول له ليه؟ لتدفئة جسمك. طيب أجب عن الأسئلة الآتية. ما العضو المسؤول عن حاسة الإبصار؟ طبعا مين يا أبطال؟ العين. يبقى مين؟ العين. يبقى نكتب العين. أهمية ظاهرة التباين اللوني لدى قرش الثور. طبعا احنا عارفين إن قرش الثور يقدر يعيش في المحيطات وفي المياه العذبة. طبعا بالتالي ما عندوش منافس يا جماعة في الحصول على جذابة. طب هو هنا ظاهرة التباين اللوني، طبعا احنا قلنا إن ظهره لونه إيه يا شطار؟ برافو عليك، أسود. والجزء اللي تحت اللي هو البطن يكون لونها ايه يا ابطال؟ ابيض، برافو عليك. طب هنا بقى دي اسمها ظاهرة التباين اللوني. طب ليه بقى؟ نكتب تساعده على التخفي لاصطياد فرائسه. طبعا أسئلة جميلة مميزة. انت لو وصلت معايا لنهاية الجزء ده ان شاء الله انت مقفل، ان شاء الله انت هتجيب درجة نهائية. برضو راجع كويس وبعد كده اكد على الأسئلة دهيت. ربنا يوفقك طلاب القمة. طبعا مش هطول عليك عشان تقدر تراجع كويس. كنتم مع أستاذ محمد عسل، معلم أول العلوم والأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.